لان المنظمات القويه كانت بتلف امبارح. تمام. النهارده ما لفوش حد. شايف الانتخابات ازاي قبل الثوره وبعد الثوره؟ الانتخابات قبل الثوره تفرق، لان هم كانوا مريحيننا قبل الثوره صراحه، قاعديننا في بيوتنا وبيقوموا بالواجب. حضرت قبل كده انتخابات؟ طبعا. كل الانتخابات كل 30 سنه اللي حضرت في المدرسه دي. تمام. في المدرسه دي. في مدرسه كمال الشاذلي. مدرسه كمال الشاذلي. مدرسه كمال الشاذلي. المدرسه ديت لها طابع خاص، ان اول مره انتخابات تحصل بدون كمال الشاذلي. اول مره تحصل انتخابات نزيهه. قصدك تقول مش بدون كمان انتخابات نزيهه. لان كان كل مره هم بيقوموا بالواجب الصراحه. هم بيقوموا بالواجب بالنيابه عن الناس. سير العمليه الانتخابيه الناس بتخش بتبقى عارفه النهارده وامبارح. لا امبارح يفرق عن النهارده، لان امبارح كان في كثافات عاليه شويه، النهارده قل شويه. ماشي. وبعدين عدم وجود النهارده منظمات قويه خلت يستبعدوا ناس موكلين كتير بره. مش فاهم ليه، محدش فاهم ليه الموضوع لغايه دلوقتي. ايه الاستفاده في الموضوع ده؟ شكرا لك. تيجي تدي انتخاباتك؟ ليه جاي من المقاطع مش من هنا. طب ليه انت جاي في بدل انت مقاطع جاي من مدرسه الشاذلي؟ انا عارف. لقيت اسمك مدرسه الشاذلي. طب انت جاي ليه اساسا الانتخابات؟ ما قعدتش ليه وما جيتش؟ خايف من ايه؟ خايف من الغرامه ولا جاي عشان تدي صوتك فيه؟ ادام قالنا هنا بنيجي هنا. تمام. لا انت جاي ايه الدافع اللي خلاك تيجي تدي صوتك؟ هو واجب علينا برضه كده عشان خاطر يعني مش عايزين الدوله تنعدل وتبقى كويسه يعني. يعني ما انتش خايف من الغرامه؟ لا يا عم غرامه. شكرا يا حاج. انتخابات دلوقتي. كده بس الاولانيه دي. كنت شايف ان صوتك برضه لو رحت انتخبت كان هيبقى ليه فايده، ودلوقتي برضه طبعا له فايده. قبل كده لا قبل كده ما كانش. تمام. صدقني. خلاص قررت هتختار مين ولا لسه ما؟ بعد المغرب حاجه يا كملوا وجدت الحضور عامل ايه النهارده يا اولا